الصحاب خذلونا، الصحاب رمونا، الصحاب خذلونا ورمونا وغدروا كمان. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصحاب دول خدعونا ورمونا. عاش من شافك يا ابني، ده انا بقالي اكتر من اسبوعين ما شفتكش، مالك في ايه؟ خلاص الدنيا ما بقاش فيها خير. صحاب خانونا ايه ورمونا ايه؟ مفيش حاجه يا عم، توكل على الله، انا خلاص ما بقتش عايز حاجه من البشر. انا فهمت حالتك خلاص، وسع بقى كده واسمع مني الكلمتين الحلوين دول. السلام عليكم. ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا في القرآن الكريم بآية مشابهة قوي بالنسبة لغدر الصحاب ده، ولكن خد بالك من حاجة، الغدر هنا مش زي الغدر اللي بنشوفه في الحياة دي. عايز تعرف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بالنسبة للموضوع ده؟ اسمع دول. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. عارف الكلام ده معناه ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيوصف لك المشهد اللي هيكون قدام عينيك بس يوم القيامة، بيوصف لك قد ايه هيكون غدر الصحاب في اليوم ده، ويصور لك مشهد الغيظ من الحسرة اللي الناس هتشوفها. والصنف من الناس دول مش هيتغاظوا مثلا عشان ذنوبهم او ظلمهم للناس، انما هم هيتغاظوا عن الصاحب اللي اضلهم عن ذكر الله. وتخيل ان صاحبه بقى اللي كان حبيبه هنا في الدنيا دي اتبرى منه يوم القيامة، مع انه كان عامل فيها انه بيحبه قوي. بيقول له مثلا حاجات زي ايه؟ تاخد يا اسطى السيجاره دي، انت مش راجل ولا ايه يا اسطى؟ دي هي ليله وهنقضيها، يعني احنا بنعيش كام مره يا ابني؟ ما تبقاش قافش كده، عايزين نشوف لنا يومين قبل ما نموت. خش كلمها بس يا اسطى وقول لها بس ان انت جاي من طرف. ايوه والله هو ده اللي بيحصل. اول سيجاره بتكون غالبا من صاحبك ده، اول طريق للشيطان هو برضه صاحبك، لكن تيجي بقى بعد ما ادمنت تيجي تدور عليه تلاقيه فص ملح وداب كانه مش موجود، زي اللي بيحط لك السم في العسل واشربه انت بقى. مره واحد من الناس الصالحين كل شويه واحد يروح يقول له انا بعصي ربنا، انصحني اعمل ايه؟ كل شويه بيقول نصيحه واحده لكل واحد بيجيله، اهم حاجه الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه. درجه ان واحد من تلاميذه بيقول له انت ليه كل واحد يجي لك بتقول له نفس الكلمه؟ قال له يا ابني في مقوله بتقول الصاحب ساحب، والافضل بقى من المقوله هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. يعني الإنسان ده بيتأثر جدا باللي صاحبه، يكاد يكون كده شبهه في كل حاجة. عشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كل واحد بيقرب من اللي شبهه. وعايز برضه أقول لك على حديث عظمة قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل الصاحب الجدع اللي بجد زي بالظبط اللي ماسك العطر في ايده، يا اما يديك من العطر اللي معاه او يا اما تشم منه ريحه طيبه. الصاحب الجدع اللي بجد اللي يقول لك بلاش ده عشان حرام، وده يرضي ربنا وده ما يرضيش ربنا، كده وش على طول. ولو حتى ما قالش اي حاجه من الحاجات دي هتشوف الخير باين عليه، هتشوف منه على الاقل وتغير منه، ويصل بيك الموضوع ان انت تقلده بعد كده. اما بقى في الجانب التاني اللي هو جليس السوء والصاحب اللي انت فاكره جدع وبيقف معاك في الحلوة والمرة، واللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عليه في أول آية قلناها، النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالظبط زي نافخ الكير كده. ايه نافخ الكير ده؟ هو الشخص اللي معاه المنفاخ بتاع الحديد عشان يساعده في شغل اللي هو بيعمله، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، يا إما يضلك عن الذكر وتبدأ معاه أول سجارة، ويا إما لما تشوفه وتخلطه ساعتها هتاخد منه برضه. وبرضه
حتى لو ما قالكش هتشوف الشر باين على وشه. لازم تحاول ان انت تعمل عملية فلترة لكل اصحابك دلوقتي. عايزك تتخيل ان يوم القيامة ده من اسمائه يوم الحسرة والندامة، لانه هيحصل فيه ندم كتير قوي قوي قوي. ويمكن قلتها قبل كده وهقولها تاني، تخيل ان اليوم ده اساسا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان اقرب الناس ليك اول ناس هيبعدوا عنك، ما بالك بقى صاحبك اللي انت متمسك بيه قوي كده.